قبل ما نكتشفوا المواضيع الرئيسيه اللي غنطرقوا لها في هذا العدد، نشوفوا واحد البوست بارطاجه مؤخرا على منصه ديال اكس ودار واحد الضجه كبيره لدرجه انه تشاف في وقت وجيز اكثر من 45 مليون مره. مول المنشور كيقول فيه بانه هو المسؤول على العطب التقني اللي وقع في الانظمه ديال ويندوز في نهار 19 من الشهر الفايت، وادى الى تعطيل 8 المليون ونص ديال لي زورديناتور ويندوز في العالم. فانسون فليبوستي اللي نشر هذا البوست كيقول فيه اول نهار ديالي في كراود سترايك درت واحد التحديث صغير في الكود ومشيت نرتاح. طبيعه الحال نظرا للخطوره ديال هذا العطب بزاف ديال الناس تفاعلوا مع التغريده ديالو، وهو يزيد عاوتاني دار بوستات وحدين اخرين كيشرح فيهم شنو وقع بالضبط وكيتشكى علاش كراود سترايك جات عليه بسبب تحديث صغير دارو. ولكن بعض الناس حقوا في الصوره اللي كاينه في البوست ولاحظوا بانه كاين شي تفاصيل اللي ماشي حتى تما. اليد ديالو صغيره بزاف بالمقارنه مع بقيه الجسد، الشعر ديالو في هذه البلاصه كيبان بانه غير مقطع وملصق بطريقه عشوائيه، اضافه الى ان كراود سترايك نشرت بيان شرحت فيه السبب الحقيقي ديال العطب التقني وان ما عندها حتى شي موظف سميتو فانسون فليبوستي. طبيعه الحال فانسون فليبيستي كيعترف من بعد بان هادشي كان كله فقط خبر كاذب، وان التصويره ديالو في مقر كراود سترايك صوبها في 2 دقائق بالسمارت فون ديالو، والفيديو مصاوب حتى هو غير بالذكاء الاصطناعي. فانسون كيقول على حساب ديالو بان المغزى من هادشي كلشي هو انه بغى يلفت الانتباه لخطر الفيك نيوز في تضليل الناس والتاثير على الراي العام.